السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في قناتنا وقناتكم ازرع مع انوش. معاكم انوش شربي. النهارده هناخدكم في نقلة تانية خالص من الأصناف المحلية للأصناف الاستوائية. احنا في مشتل المهندس محمد عطية، ودلوقتي هنوريكم بعض الأصناف الآسيوية زي دراجون فروت، الليتشي، كيموكوات، ليموكوات، حاجات كلها آسيوية. ومعانا دلوقتي الباشمهندس محمد عطية هيكلمنا عن المنتجات دي وهنشوف نظامها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد عطية مع الأستاذ أنوش، ونوريكم النهارده شتلات الليمون الكافيار الاسترالي. زي ما انتم شايفين النموات الخضراء في بدايتها بتبقى سمراء زي ما انتم شايفين كده اهو. الورقة من بداية الإنبات بتاعتها بتبقى سمراء، ودي لسه أول نموذج لزراعة الليمون كافيار في جمهورية مصر العربية، ويعتبر نادر جدا في العالم كله. زي ما انتم شايفين كده النموذج بتاعنا اهو. دي شتلات الليمون كافيار، دي أحدث شتلات ليمون في العالم كله. هو نوع فريد ونادر، اكتشفوه في استراليا، وابتدينا نعمل تكاثر عليه احنا والمشاتل الأردنية الهاشمية في الأردن. مفيش حد عنده في العالم كله غير استراليا والمشاتل الأردنية الهاشمية في الأردن. احنا مهتمين بوجود الأصناف الجديدة من الموالح والأصناف الاستوائية الفاكهة، بحيث نقدر نمسك فلوس. كيلو الليمون الكافيار ده، الشجرة دي بتنتج من 5 ل 6 كيلو في السنة، سعر الكيلو 140 يورو. يعني بالنسبة لأسعار الأصناف المعروفة احنا هنا بنكسب ألماس مش بنكسب ذهب. ومعاكم دلوقتي النموذج المصري للزراعة في الأراضي الطينية. ده الكرز البرازيلي، هو لسه مزروع من شهرين. بيبتدي يداني نموات خضرية جديدة. الورقة في بدايتها شبه القلب وبتبتدي محمرة كده بسيط زي ما انتم شايفين. دي الورقة الجديدة. ده الكرز البرازيلي، هو شجرة ما بتعلاش، بتنفع في الأسطح، بتنفع في البلكونات، وبتنفع وبتزرع على مسافات مكثفة، يعني بين الشجرة والشجرة لا يتعدى المتر، لأن هي ما بتعلاش يعني. ده الليمون، ده الكرز البرازيلي. الورقة بتاعته اهي واضحة قوي، بتبقى حمراء قوي في بدايتها اهو. ده الكرز البرازيلي. هنا النبق التايلاندي زي ما انتم شايفين كده. النموات الخضرية ما شاء الله احنا طبعا قصيناه كتير، والنموات الزهرية في شغل الزهرة بتاعتها كتير جدا وبترمي انتاجية رهيبة. النبق التايلاندي من الاصناف الواعدة جدا في مصر. الشجرة بتديني حوالي 250 كيلو تاني سنة. سعر الثمار للكيلو الواحد من 17 ل 25 جنيه سعر الكيلو. اضرب بقى 17 او 25 في الشجرة الواحدة بتديك 250 كيلو. بيدينا فلوس احسن من المانجا الكيت والبرتقال الصيفي والاصناف اللي معروفة. زي ما انتم شايفين ابتدى يعمل لي نسبة العقد بتاعته ابتدت تشتغل اهي. يعني كمان 3 شهور ان شاء الله يبقى ايه فيها انتاج. وده زي ما احنا بنقول، احنا عاملين هنا يا استاذه حوالي نص فدان حقل تجريبي للاصناف الاستوائيه، وبنوري العميل عندنا قبل ما يجي ياخد شتله، او بدل ما نقنعه ان الاصناف دي تجود في مصر. فاحنا زرعنا عندنا مساحه النهارده علشان خاطر يبقى في عندنا الامهات دي موجوده بالفعل، وفي نفس الوقت بنقنع العميل، والعميل بيشوف بنفسه الاصناف الاستوائيه وهي مزروعه في الاراضي الطينيه. وزي ما احنا عارفين كل الاصناف اللي بتنفع في الاراضي الطينيه بتنفع وتجود في الصحراء، زي المانجا الكيت، زي البرتقال، زي الموالح، زي الموز، زي كل الحاجات دي كلها بتجود بشرط عدم وجود ملوحه في ماء الري. فاحنا النهارده لما بنزرع اي صنف في ارض طينيه، نفس النموذج ينفع في اراضي رمليه بس يكون الميه بتاعتها مش مالحه. يعني زي مدينه السادات، زي غرب المنيا، بيبقى فيه ميه معدنيه طالعه من الارض، بدل ما نزرع بقى تين وخوخ ومشمش وكمثرى وبرقوق. طب الحاجات دي كلها السوق ضاربها في كاسعار كثمار. فاحنا بنقول لكل الناس اللي بتزرع في مساحات مشاريع زراعيه ابتداء من فدان لاي مساحه، لو 2000 فدان، فكر واعمل نموذج الاول عندك. شوف الارض بتاعتك هينفع فيها ايه من الاصناف دي، واللي هينجح عندك في الارض ابتدي اشتغل عليه كزراعات اساسيه، علشان خاطر نقدر يكون للفدان في الجبل فلوس، يعني يكون في عائد اقتصادي كويس من ورا الفدان واحد في الجبل. طبعا احنا واقفين قدام شجره البمبر او المخيط،
دي بتعالج جميع الامراض اللي هي خاصه بالرئه، والكلام ده طبعا الابحاث بتاعتها موجوده على جوجل. هي شجره قويه جدا وبتنمو بسرعه، وكمان يعني سريعه في المجموع الخضري بتاعها. ان شاء الله ناكل من عليها السنه دي، تدينا زهره وثمار، والسنه الجايه ناخد منها بذور وعقل ونبتدي نعمل تكاثر ليها. دي شجره البمبر. هنيجي هنا دي شجره اللونجان او عين التنين. فاكهه اللونجان او عين التنين فاكهه صينيه، الصينيين بيحبوها قوي، وهي شبيهه للليتشي، ودي احنا زرعناها وشغاله كويس جدا. وزي ما انتم شايفين المجموع الخضري شغال والقلب بيطلع ورق، فيعني كل الاصناف دي توجود عندنا. ده طبعا اللي احنا بنقول عليه اسمه ايه؟ اليقطين. اليقطين. احنا زارعين يقطين هنا. ده بقى التين التركي الاصفر، اصفر من بره ابيض من جوه، من بره جولد ومن جوه ابيض. ده نوع جديد احنا زارعينه امهات لينا. وده نوع تاني اسمه الليمكوات، ليمون بدون شوك، مفيش شوك. يعني احنا كل شويه بنحاول نجيب لكم حاجه جديده. ده الليمكوات ليمون بدون شوك، وما شاء الله قزمي وبيطرح انتاجيه رهيبه وبيطلع انتاج كتير. الليمكوات موجود عندنا في المشاتل الشرقيه. ده بينفع في البلكونه يا باشمهندس؟ ينفع في البلكونه بس في قصاري مقاس 40 مقاس 50، بحيث الجدر يقدر ينتشر ويشتغل. هو شبه الكيميكوات كطول وده هو في عندك هنا كيميكوات برضو موجود؟ في كيميكوات، بس احنا عندنا الحديث كله كيميكوات عند مصر كلها. احنا عندنا الليمون كافيار، عندنا الليمكوات في الليمون. حضرتك بس مختص باللي هي الشتلات الاسيويه. احنا مركزين جدا على الفواكه الاستوائيه والحاجات اللي موجوده في شرق اسيا، لان المناخ المصري ما بقاش زي زمان. المناخ المصري دلوقتي بقى ينفع فيه اصناف كتير جدا. مع تغيير المناخ ابتدينا نزرع اصناف كتير وتنجح معانا، فهي دي اللي مخلينا مركزين. المناخ نفسه اتغير، تمام. فعشان كده نقدر نزرع اصناف كتير من الفواكه الاستوائيه اللي موجوده في شرق اسيا وتايلاند وماليزيا، نقدر نزرعها في مصر. وكمان عشان يبقى سعرها منخفض كمان برضه زي المنتجات اللي هي المحليه والاصناف المحليه. وبعض الاصناف بتتباع الكيلو بتاعها بيوصل 1000 جنيه و2000 جنيه في الثمار. فانا النهارده لما بزرع الاصناف دي في مصر انا بوفر فلوس تصدير واوفر عمله صعبه، وفي نفس الوقت هخليها رخيصه. طيب وهي اسعار الشتلات دلوقتي يعني دايما كل حاجه في بدايتها غاليه. هتلاقي يعني الاسعار معاكي من 100 جنيه لغايه 450 جنيه، تمام. وممكن توصل ل 1000 جنيه وممكن توصل ل 2000 جنيه لو كبيره وطرح. لا وفي اعلى من كده كمان. انا كنت متابعه وفي حاجات اعلى من كده. في حاجات بتوصل 1000 دولار، لكن احنا مش بنتكلم. احنا عاوزين نوفر الشتله باقل سعر ليه. بنحاول ننتج كميات تجاريه مش اقل من 3-4000 من كل صنف، بحيث نقدر ننشر الصنف نفسه. النهارده احنا صورنا من شويه الليمون كافيار. الليمون كافيار ده نادر في العالم كله، مش موجود عند اي حد، ومفيش حد سمع عنه، والناس كلها بتشوفه على النت كصوره بس، او بيسمعوا عنه كصوره او قروا عنه، لكن مش موجود شتلات في مصر. احنا الحمد لله النهارده في شهر 3 اللي جاي، مارس اللي جاي ان شاء الله، بنكون موفرين مش اقل من 2000 شتله ليمون كافيار، انتاج محلي، انتاج في مصر. وان شاء الله هيبقى عندنا الثمار وهندوقها للناس زي عوايدنا في كل الاصناف الاستوائيه. بنجيبها ونشتريها وندوقها لكل حبايبنا وكل الناس اللي بتشرفنا وتزورنا. انا شفت فعلا عندك. احنا بنعمل عروض كل شويه، بنقول يا جماعه اللي عاوز يجي ياكل ليتشي يجي، اللي عاوز ان شاء الله بقى لما يبقى فيه انتاج ان شاء الله بعرفني علشان يجي باذن الله. تحت امرك طبعا، انت تنورينا. ثم انت شركتنا في المكان ده. ان شاء الله. بالنسبه للليمون، هو كل انواع الليمون بتتجف، لكن ده نوع قزمي برضو قليل الشوك، ما فيهوش اشواك كتير، يعني ماسكه بايدي عادي. ودي الليمون ما فيهوش شوك كتير. الانتاج بتاعه رهيب. ده غير الليمون كافيار، ده نوع تاني. دي كمان تنفع في البلكونه. دي تنفع في البلكونه. طبعا احنا بنحاول ندخل اصناف جديده من الموالح علشان خاطر الناس اللي بتزرع مساحات كبيره. بنقول لهم يا جماعه ستوب، وقفوا شويه، في اصناف جديده ماسكه سعر افضل من الاصناف القديمه اللي عندكم، فيا ريت نفكر شويه بصوت عالي ونحاول نزرع النماذج دي، نخليها نماذج في مزارعنا وفي اراضينا، ونبتدي ناخد منها ونطعم. يبقى احنا كده بنوفر ثمن الشتله كمان، وبنمسك فلوس اسرع واسهل واكتر من الاصناف المعروفه، وعشان الناس تعرفها كمان تبقى زي المنتجات المحليه بالظبط. ودي شتلات، دي شتله لسه مزروعه في الارض، عمر 4 سنين. يعني هي طبعا من النباتات البطيئه جدا والصعبه جدا في تربيتها. دي شجره الجاك فروت او شجره الجاك فروت. زي ما انتم شايفين الورقه بتاعتها شبيهه بالفيكس اللي هو البنغالي، وهي من الانواع النادره جدا.
الجاك فروت ثمارها الكيلو بتاعها ب 100 جنيه النهارده، واحنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، قلنا كيلو الثمار ب 100 جنيه، فالدان ممكن يحقق عائد 10 مليون جنيه. الناس ما صدقتش، لكن هو بالفعل دي شجره جاك فروت، وان شاء الله ربنا يكرمنا وتكبر وناخد من عليها انتاج، وبرضه نوزعه مجانا للناس عشان ننشر ثقافه زراعه الفواكه الاستوائيه في مصر. دلوقتي طبعا احنا بنشكر باشمهندس محمد عطيه على اللقاء الجميل ده واحنا داخل المشتل بتاعه، واتمنى بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان لو اي حد محتاج اي كميه اي صنف اي حاجه يتواصل معانا ان شاء الله، هنسيب لكم رابط اسفل الفيديو، وتابعوا معانا ان شاء الله، ودمتم في امان الله.